رشيدي شفنا رد عليه بيان نادي القادسية، ونادي القادسية اذكرك في هذا البيان ان اللاعب حلف لك وقال لك انا مو موقع مع اي نادي. رايك في انتقاله حق نادي الكويت وبيانه، رايك فيهم بيان خالد الرشيدي؟ شوف، بالنسبه لانتقاله هذا طبعا قراره الشخصي ويرجع له، هو له يختار الطريق اللي هو بيروح له. احنا ما نزعل على الشيء هذا، من حقك انك تروح اي نادي، انت لاعب محترف. شفت اليوم مثلا ان انت لعبت فتره في نادي القادسيه وشايف ان المرحله الجايه الانسب لك في نادي الكويت، هذا قرارك وحنا يعني بالاخير نحترمه. ولكن خالد بشكل عام يعني كتعامل معانا ما كان صادق للامانه. شلون ما كان صادق؟ خالد من اول ما من قبل لا يدش بالست شهور تكلمت معه وكلمت عن عقده وسالته اذا كان جته عروض من انديه ثانيه، وقال لي جاني عرض بالمبلغ كذا. قلت له خالد شنو ما يجيك بالحرف الواحد، شنو ما يجيك مبلغ من نادي ثاني، اداره نادي القادسيه مستعده انها تدفع لك المبلغ هذا. اقسم بالله العظيم ما ازيد حرف واحد على اللي صار. قال لي والله العظيم واللي يخلي لي عيالي ما راح ابدي على نادي القادسيه شيء. قبل لا اوقع مع اي نادي راح اكون جايك ومكلمك يا ابو طلال، وان شاء الله ما يصير الا كل خير وانا موجود معاكم. هذا صار الكلام. بعدها كل ما اتكلم مع الموضوع، لا مو الحين، لا خلها نهايه الموسم، لا صار يماطل. فما كان واضح، ما كان صادق معنا من الاساس. قول لي انا بروح نادي الهلال السعودي، انا بروح نادي السد القطري، انا بروح نادي حقك هذا، انت لاعب محترف حقك تروح اي نادي، ولكن خليك واضح. وبالاخير تطلع بالنقطه السوداء في حياتك هذه انك تتكلم وكانك انت المنقذ لنادي القادسيه. والله نادي القادسيه لا يستحق اداره نفس هذه تدير النادي. هل انت تهمك مصلحه نادي القادسيه اكثر من ابناء نادي القادسيه؟ فكنت تقدر تطلع من غير البيان هذا، النقطه السوداء في حياتك. هذا اللي عندي في موضوع خالد الرشيدي، وعسى الله يوفقه مع ناديه، وعسى الله يوفقنا في شغلنا اللي احنا ماشيين فيه. ما راح نوقف على احد، نادي القادسيه عمره ما يوقف على احد. انا لو عندي لاعب واحد ابني عليه مجموعه كامله راح اخلي اللاعب هذا وابني عليه مجموعه.